دار الخدمه الكبيره هو اللي دارها، دار ان كرون ماتش سي لا فيكتوار سيتي لوي، ولكن ماشي غير هذا الماتش، مام قبل هذا هو يروفيا اون فورم بعد المونديال. بعد المونديال بوتيتر لو روبو هذاك صاب صحته صاب راحته وعاود ولا في القمه. كرون جوار كيما هذاك راهو شويه كانت، وهذه صافي بارتي دي فوتبول. رانا دوكا الشياطين دخلوا في الفوتبول، وعلى هذه هو كونت il prend ses responsabilités, il pénètre, il provoque, il déstabilise l'adversaire، لان عنده هذاك السلالوم الكروشي وكذا. علاش كنت نقول انا ينحي دركا سي تيرميني، دركا راهو او ميم نيفو كيما كاع لي جوار، ما كانش دوكا كيما كان واحد الوقت شفيت كان، دركا راهو في لو ميم نيفو. ان شاء الله يزيد يكمل هكذايا، لان راهو اون بلان فورم ولونترينور اللي ساتيسفي، تو الموند ساتيسفي. ما نجمش يدخل على الكوتي غوش خاطرش كان غاشي كبير، دونك يلا يوتيليزي لو كوتي غوش وين الغاشي ولا القوه تاعو. الناس كاع كانت تستنى يعطيك الصحه وراح. دونك سيتي انتيليجون سابار. يا خويا صافي بليزير. بيان سور نظن باللي هذا هو عنده قدرات، عنده ميزات. انا نظن باللي راح يكون واجد، ولو برك يعني يكون يعني مدعم يعني مع اصحابه. نظن باسمون جومب ديالو لما يديرهم كيجي يخرج، ولا بد يخرج على الرجل القويه تاعو باش يخدم. هذا اخترع من خرج من الجهه اليمنى، يعني الديفونسور هذاك ديستابيليزا كاع لونغ فيرمي، يعني ما بين البوطو والحارس تقريبا 40 سنتيمتر. بليز امبورت بيان سور خرجها له اون روتري. بليز امبورتون ديفيسيل خدم الاخر وراح له ورجع اون روتري. من بعد راطها البرومي والدوزيام، مي الخدمه اللي دارها هي اللي صعيبه، الاخرين جاهم غير يكملوا يفينيو، ولو ريست اللي البالتي اللي زاد عطانا. لي كوليس في لاكاف قلت لك حنا ما لازمش نديروا لي كوليس، انا نامن بالعمل. لا عبد الفضل انا مش واش نهضر، انا نعرف باللي هذا الكاف هي مؤسسه مافياويه على بالنا بها هذه. كيف التعامل معها اليوم رانا داخل، ما عندناش خيار اخر. دوك انت واحد اللي يعفسك ما يعطيكش حقك باغ اكزومبل. لكن نهضروا على الاسباب ثاني. انا والله غير تكلم تاع حسين عيط قريب كسرت لكم البلاطو يزيدوا يخلصوا ديزادني يشري واحد اخر جديد. قلت لكم سي با نورمال. الخيانه الكبرى كانت في الجزائر، الدوله الجزائريه هي اللي قررت ياك تشارك. لازم عليك يعني البرومي دوكيمون هي موافقه السلطات العليا للبلاد. كشفت بها، لكن كشفت مصطفى معزوزي انا اخيرا هي كشفت كل شيء. ودابا متابعينا الكرام غادي نشوفوا التعليق ديال الاعلام الجزائري الفاشل كما العاده حول العلاقه المميزه بين المملكه المغربيه ورئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم على وجه الخصوص السيد فوزي القشع مع رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم، حيث ان الاعلام الجزائري يغار من هذه العلاقه المميزه بين الطرفين، ويؤكد في المقابل على فشل الاتحاد الجزائري في تكوين علاقه مميزه مع الاتحاد الافريقي في اخر السنوات. غادي نخليكم مع التعليق ديال الاعلام الجزائري، وكنتمنى انكم تخليوني الاراء ديالكم حول هذا الاعلام الفاشل اسفل الفيديو في التعليقات. بعد ما كان في 2017 العجز ب 2 مليون دولار ثم 17 مليون في 2018، وذكر الارقام عندما يقول لقجع بأن الوضعية المالية هشة وضعيفة، في حين أن موتسيبي يتحدث عن ارتفاع الجوائز وتطوير كرة القدم في إفريقيا. هل كاين هنالك صراع خفي ما بين الرجلين، ما بين موتسيبي ولقجع، أم هو تبادل أدوار؟ هذا كما نقول سربوا الادوار بيناتهم. ايوه. والرجل القوي هو اللي حكم بيت المال في الكاس. هو العجز المالي راه من سنه لسنه يكبر. نهار كان احمد كان العجز يلحق حتى ل 34 مليون دولار، اليوم راه زاد ممكن فات 50 مليون دولار. وفي افريقيا ما كاينش مؤسسات اللي تقدر تمول لك منافسات كبيره تعطيك الاموال. هاوليك موتسيبي مع خاصه مع بونتينو، هاو مشاو سمعنا في الايامات الاخيره مشاو لواحد البلد في الخليج يروحوا يطلبوا دراهم باش يديروا المنافسه هذه تاعهم. لا هذا السيد هذا نهار موتسيبي يغادر الكونفدراليه يخليها رماد، لا كاف يخليها رماد.
هذا السيد ما عنده ني استراتيجيه، ما عنده والو، هذا طاح من السماء، صابوا في طريقه انفونتينو وجابوه حطوه على راس الكونفدراليه الافريقيه. طيب المسانده تاع الناس ياخذوا القرار في افريقيا. رغم ان موتسيبي يقول بان الكاف نمشي للكاف، الكاف حقق في فترته تطور كبير للكره. اسالك عن هذه النقطه بالذات يزيد، رجاء ابقى معي ورجاء ايضا المشاهدين ابقوا معنا. فاصل قصير ونعود لكلام مباشر. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الاعزاء. قبل الفاصل كنا نتحدث عن تصريحات باتريس موتسيبي رئيس الكاف الجمعيه العموميه، ومعنا دائما يزيد وهيب الصحفي الرياضي. استاذ يزيد مرحبا بك مره اخرى. كنا نتحدث عن موتسيبي، انت قلت بانه من اسوا المراحل، وهذا الرجل لم يعطي شيئا لكره القدم الافريقيه، وهو طبعا رجل اعمال من جنوب افريقيا ويتحدث بالمال وهو يفسد الكره. ولكن موتسيبي اليوم يقول حقق الكاف تقدم جيد، وعدنا رؤية خطة 2021-2025 تتضمن 10 نقاط. سنقوم بإدخال تغييرات وإصلاحات أساسية لجعل كرة القدم الإفريقية من بين الأفضل في العالم. ما رأيك؟ راه يبيع الاوهام، راه يبيع الاوهام باش الى الحصيله تاعو ايجابيه. لازم تبان في المستوى تاع البطولات، تبان في المستوى تاع المنافسه القاريه، وتبان في النتائج اللي حصلوا عليها الفرق ولا المنتخبات في المحافل الدوليه. يعني مازال شفت انت فريق من القاره تاعنا شارك في كاس العالم للنوادي ودار دوره كبيره وربحها، ما كاش. شفت فريق افريقي هو هذا موتسيبي عنده عام ونص برك، شفته راح مشى لكاس العالم ولحق النهائي ولا ربح كاس العالم، ما كاش وماشي غدوه رايحين يلحقوا. صح. المشاكل عرفتوا كيفاش، هذا كيفاش يقدر يسجم الحال والوضعيه تاع الكره في القاره تاعنا. وكل شهر نهضروا غير على المشاكل تاع التنظيم كاس افريقيا للامم. صحيح. وخلق مشاكل بين الاتحاديات والبلدان الافريقيه. او اليوم كل عام تسمع هاي كاس افريقيا في الكاميرون اخروها، كاس افريقيا في هذه تاع اللي كانت راح تجرى في كوت ديفوار اجلوها. اللي راح تجري كان في غينيا، تجري في غينيا، واحد ما على بالو بها، راهي بين وبين. احنا رايحين قادرين ننظموا واحد الاتحادات يقولوا احنا لا، وهو شوف هو خاصه هو